بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حابب أشارك حضراتكم النهاردة بآية موجودة في سفر زكريا. بيقول كده: كلمني ملاك الرب بكلام طيب وكلام تعزية. النهاردة رسالتنا كلام طيب وكلام تعزية. خلونا نبقى زي الملاك ده، يجي لزكريا ويكلمه كلام طيب وكلام تعزية. خلينا نوصل لأولادنا، خلينا نوصل للي حوالينا كلام طيب وكلام تعزية. اسأل زكريا إيه هو الكلام ده؟ شاف 4 رؤى. أول رؤية بيقول: رأيت 4 قرون تحيط بالمدينة. فبيسأل إيه هي القرون دي؟ فقال دي قوة القرون التي كسرت يهوذا. يعني ال4 أمم اللي جم على يهوذا وعلى أورشليم وكسروها، المملكة المصريين في الأول، والمملكة الآشورية والبابلية، وفي الآخر الرومانية. فزكريا انزعج شوية، ولكن شاف 4 صناع. فبيقول: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء 4 الصناع الذين كسروا قوة 4 قرون. يعني إيه يا رب؟ يعني لو في 4 قوى الشر حوالين 4 أطراف العالم، يعني الشر من كل ناحية يا رب، ففي 4 قوى، 4 أناجيل في قوتك يا رب، في نعمتك يا رب تكسر قوة 4 قرون. يعني أول درس، نمرة 1: لو في شر من كل ناحية ففي نعمة ربنا وفي قوة وفي خير وفي الإنجيل يحمينا من قوة الشر. تاني رؤية، شاف ملاك بيقيس حوالين أورشليم. فبيقول كده: فقال الرب: أكون أنا سور نار من حولك ومجدا في وسطك. يعني لو خايف وعايز تعمل ليك سور، أنا سور نار من حولك ومجدا في وسطك. رسالة لكل نفس خايفة مضطربة قلقانة. ربنا بيعلن إن هو سور حماية، سور نار من حولك ومجدا في وسطك. ويكمل يقول: لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. آية جميلة كلنا حافظينها، موجودة في سفر زكريا، بتعزينا جدا إن ربنا هو المسؤول عني. يعني الرؤية الأولى بتقول: لو في شر في خير، لو أنت خايف ربنا سر حمايتك. ثالث رؤية، شاف يهوشع الكاهن العظيم. بعد ما رجعوا من سبي بابل عينوا يهوشع رئيس الكهنة، وعينوا واحد اسمه زروبابل الملك المدني أو الملك اللي بينظم ليهم حياتهم. فبيقول كده: رأيت يهوشع الكاهن العظيم واقفا يصلي، وعن يمينه ملاك الشيطان ليقمعني. يعني إيه؟ يهوشع نموذج لكل إنسان نفسه يصلي، نفسه يقف، نفسه يجاهد، ولكن إبليس بيعطله. إبليس عمال يقول له: وانت هتعرف تصلي؟ ويبدأ يضعفنا ويبدأ يتعبنا. فبيقول كده: فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان. يعني ما تخافش، لو انت واقف تصلي وإبليس هيعطلك، ربنا بيقول لإبليس: لينتهرك الرب يا شيطان. يعني ما تخافش، وقف، وربنا اللي هيسندك، ونعمة ربنا اللي هتسندك. في ملحوظة جميلة جدا بيقول كده: وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة. يعني يا رب، لو أنا في ضعفي وفي خطيتي وثيابي قذرة، وإنت سامح لي إني أقف أصلي، وسامح لي إني أقف وأتكلم معاك، وإنت ساتر عليا يا رب، وإبليس بيحاجج ويقول لك: يا رب، هو ده اللي إنت هتناوله؟ هو ده اللي إنت هتدخله بيتك؟ لكن ربنا الأب الحنين يدافع عني، وينتهرك الرب يا شيطان، ويدافع عني. نعمة كبيرة جدا جدا لكل إنسان شاعر بضعفه وشاعر بخطيته ولابسا ثيابا قذرة، يعني في الخطية، إن الله يقبل توبتنا لو أنت وقفت تصلي. ويقول كده في الإصحاح 3: وقال: انزعوا عنه الثياب القذرة والبسوه ثيابا مزخرفة والبسوه عمامة بيضاء. يعني ربنا بينقينا وبيطهرنا لو احنا جاهدنا وقفنا نصلي. يعني الرسالة الثالثة: مهما كانت فيك خطية، ربنا بنعمته يقدر يطهرنا.
رابع رؤية زكريا نام، اطمن للرسائل الجميلة دي وقال مهما في شر في خير، وربنا سور نار من حولك، ولو انت في خطية هينظفك. فنام، فأيقظني ملاك الرب كإنسان موقظ من نومه. صحاه كده، قال له قوم يا زكريا. قال له ماذا أنت رأي؟ فقال رأيت منارة كوزها على رأسها. يعني إيه منارة؟ اللي هي الشمعدان اللي بينور ده، بس فتائل زيت. كوزها على رأسها، التانك في النص وهي طالعة كده بالفتائل. فبيقول كده لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يعني يا زكريا ما تنامش، إن كنت أنا بسندك، وإن كنت أنا سور نار من حولك، وإن كنت أنا بطهرك وأغفر لك، من فضلك اخدم، من فضلك كن منارة ذهب، من فضلك اشعل حياتك بالطهارة وبالوداعة وبالصلاح وبالاتضاع. الفتايل تشتغل لما يكون كوزها على رأسها. نعمة ربنا روحه هي اللي هتنورك. نعمة ربنا مليانة على طول، بس ليه الفتايل مش بتتنور؟ تعالوا نسأل نفسنا. يمكن المواسير دي نسأل المهندس يقول أصل الماسورة مسدودة شوية، فيها شوية ذات، شوية كبرياء، شوية علاقة، شوية حاجة. من فضلك راجع المواسير دي وشوف المنارة بتاعتك علشان تنور وتنور للجميع. فيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. في الآخر خالص بيقول لنا خليك منارة ذهب كوزها على رأسها، لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يعني لما الفتايل دي هتنور ويكون فينا الفضائل دي، هنرجع المجد لربنا ونقول له دي مش بإيدينا يا رب، ده بيك أنت وروحك القدوس وبنعمتك. خلونا نرجع تاني ونراجع. كلمني ملاك الرب بكلام طيب وكلام تعزية. فعلا يا رب كلامك طيب وكلامك معزي جدا، لأنه مهما كان في شر وفي الموبايل وفي النت وفي حواليا في كل حتة، ولكن نعمتك يا رب بتسندنا، وقوة الأربع أناجيل تقدر تكسر قوة الأربع قرون، لأن كلمتك فيها روح وحياة. نمرة 2، لو أنا خايف يا رب من الضعف، فأنت سور نار من حولي ومجدا في وسط. نمرة 3، لو أنا زي يهوشع الكاهن العظيم ولابسا ثيابا قذرة، فأنت تستطيع يا ربي أن تطهرني وتنقيني بنعمتك وبرحمتك. لو شايفني واقف بجاهد وفعلا أمين جدا جدا إنك أنت اللي تطهرني وتنقيني. أخيرا يا رب اجعلني منارة ذهب تنير بكل الفضائل لإخواتي ولكل من حولي، ليكون المجد لاسمك القدوس، لأن كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين.